السلام عليكم اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ طمنوني عليكم، كل عام وانتم بألف خير. الفيديو ده كان لازم ينزل من قبل رمضان، تجهيزات رمضان. كنا بنعمل المخلل. عملنا السنة دي لفت وقرنبيط، ما عملتش معاهم جزر لأن الجزر بياخد وقت كبير، وكان خلاص رمضان قرب. الأول جبنا 3 كيلو لفت وغسلتهم. الأول قشطناهم من الطين اللي فيهم ومن العروش، قطعناها ونضفناهم زي ما انتم شايفين كده. بعدين هنغسلهم غسلة حلوة تحت الحنفية زي ما انتم شايفين كده اهو، ونقطعهم. وبعدين تديهم رشة ملح، رش عليهم شوية ملح قد معلقتين ملح كده، وتبيتيهم لتاني يوم. ليه الخطوة دي بقى في اللفت؟ علشان المرارة اللي في اللفت بتنزل مع الملح، يعني لما تحط عليه ملح وتخليه لتاني يوم، الطعم المر اللي بيبقى فيه بينزل. تيجي تاني يوم تاخد المية اللي فيه دي تصفيها اهو، لما رشينا عليه الملح زي ما انتم شايفين كده، وبيتناه لتاني يوم. تيجي تاني يوم تحس ان هم كشوا شوية كده ومنزلين مية لونها غامق، ترمي المية دي وتعملي لهم بقى المية اللي ايه هتخللي فيها. بنغلي مية ونبردها، او نحط مية من الحنفية عادي، كل واحد على حسب ما هو متعود. والقرنبيط فرطناه وحطينا مية غليت على النار، وبعدين نزلناه فيها. يعني ياخد غلوة واحدة، مش لازم تسيبيه يتهري، هي غلوة واحدة كده، يعني حوالي 5 دقايق على النار أو 3 دقايق بس. وبعدين تطفي عليه وتطلعيه من المية السخنة. تمام زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين سيبنا القرنبيط برد. تاني يوم بقى جبنا اللفت، صفيناه من المية اللي فيه، وعملنا له الخلطة بتاعته اللي هي ايه بقى. هنحط ملح وشطة وكمون، وهنعصر ليمون، وهنحط نسبة خل صغيرة، وطبعا أكيد البنجراية عشان لون اللفت يبقى أحمر. تمام يا حبايبي، كل عام وانتم بخير، وأهلا بكم في قناتي بنت العمدة أم يوسف. اللي ما اشتركتش في قناتي تشرفني باشتراكها، وما تنسوش لايك وتعليق حلو منكم للفيديو. تمام اهو، معلقتين ملح، معلقة شطة، معلقة كمون، ولو عايزة تحط معاهم 3 4 فصوص توم، بنفتحهم كده في الجنب وننزلهم في البرطمان. وبرضو ليمونة بنعصرها، وقرنين فلفل حامي، دول بيدوا المخلل الطعم بتاع الطرشي الجاهز. تمام يا حبايبي شايفين. بعد كده تجيبي برطمان نضيف وتنزلي فيه اللفت وعليه القرنبيط، او عايزة تخلطيهم مع بعض انت براحتك. نزليهم في البرطمان وتكبسيهم كويس فيه يتملي، وتعملي بقى الخلطة دي بالمية والكمون والملح والشطة والتوابل بتاعتك الحلوة اهي. تحطي فصين الثوم وقرنين الفلفل، وتضيفي عليهم المية بالخلطة مع البنجر. شايفين؟ معلش التصوير مش ثابت، لاني بصور بايد وماسكة التليفون بايد، يعني بشتغل بايد وماسكة التليفون بالايد التانية اهو يا بنات. حطينا كل المكونات في البرطمان وهنصب عليهم المية. طبعا اكيد كلكم شاطرين، واكيد كلكم بتعملوا مخللات احلى من كده واكتر من كده، بس انا حبيت اشارككم الحاجة اللي انا بعملها. وبرضو جبنا حاجة رمضان، جبنا البسلة فرزناها فصصناها مع الجزر وفرزناها اكياس، حطيناها في الفريزر. وجبنا الطماطم عملناها صلصة وحطيناها في الفريزر. الحاجات دي ما صورتهاش لان مصوراها السنة اللي عدت تفريزات رمضان. وجبنا الفراخ برضو تبلناها وحطيناها في الفريزر، والحمد لله. ربنا يعود علينا وعليكم الأيام بخير. وطبعا رمضان شهر عبادة مش شهر أكل وشرب، علشان ما نجريش كلنا على الأكل والصواني والعزومات وننسى العبادة وقراءة القرآن والصلاة والتسبيح وذكر الله.
ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ربنا يعود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب. يعني ما تتسحلوش في المواعين والأكل والشرب وتنسوا الذكر والعبادة. ليه الأكل والشرب كل ده هيخلص مش هنلاقي في آخرتنا غير الحسنات اللي احنا عملناها وغير عبادتنا اللي تعبدنا بها للمولى عز وجل. تمام يا اخواتي، وما تنسوش البقيات الصالحات طول ما انت شغالة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أي صبينا عليها الخلطة، قفلنا. حسيت إن المية قليلة شوية، عملت كمية تاني من الخلطة برضك وضفتها عليها مية وملح وكمون وشطة لحد ما اتغطى الخليط، وضغطت عليه وقفلته كويس. وهو تسيبيه عندك 4 أيام 5 أيام أو أسبوع بالكتير هتلاقيه استوى وبقى زي الفل. وبألف هنا وشفا على قلبكم يا حبايبي، كل عام وانتم بألف خير. السلام عليكم.